شلون اروح واخليهم؟ هم تضرروا بسبتي. تكفى رجعني لدولتي تكفى. لا 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 عبد العال. تخيل توك واصل القاهرة وتشتهي تاكل لك صحن كشري، والكشري هذا يتسبب عليك بانك تصير ضحية لاخطر عصابة سطو بمصر، تحديدا عصابة اولاد عز. اكيد سمعت به. وش قصتهم مع ماجد؟ وش الخطأ اللي تسبب على ماجد؟ واسمعني زين، احتاج تركيزك الكامل، ضبط امورك وفعل شخصية المحقق عشان تستمتع بالقصة كاملة. بس قبل لا نقول القصة لا تنسى اذا ما انت مشترك تنورني وتشترك بالقناة وشير القصة هذه بكل مكان. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وخلونا نبدأ القصة. وماجد حجز تذكرته لمصر، يبي يروح ينبسط ويغير جو، ياخذ له اجازه اسبوعين. قال بينه وبين نفسه كم يوم غير جو وارجع لديرتي. طبعا ماجد كان من دوله خليجيه، واللي يتوقع ان اغلبكم بيصيده لفعل شخصيه المحقق ويعرف من اي دوله. المهم ان القاهره كانت زحمه واصوات سيارات وحر وحياه تمشي بسرعه بالقاهره. ومن زمان كان نفسه يجرب الكشري عند محل مطعم معروف وشعبي هناك في مصر، وفعلا راح له وجلس يطلب اكل. وهنا لمح واحد من بعيد يطالعه بابتسامة خفيفة، بس إن الرجال شكله مهندم ولابس كرافتة ومضبط وضعه. التفت على ماجد قال حياك الله، الأخ خليجي. رفع ماجد عينه قال لي يا طويل العمر. قال منين؟ قال من الدولة الفلانية. قال له نورت مصر يا باشا، أنا مصطفى. قال ماجد هلا، وأنا ماجد حياك الله. وكان بينهم مصافحة وابتسامة، ثم جلس بدون ما يستأذن. انت يا مصطفى. جلس سحب الكرسي وجلس قدامه. قال له ماجد اطلب لك معي كشري. قال لا 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 أنا ما أبي كشري، أنا بسولف معك. قال مصطفى الماجد هو أنت يا ماجد جاي سياحة هنا ولا جاي عندك شغل؟ قال ماجد بيني وبينك أنا ما حجزت الأيام، بس بجلس سياحة حول 10 أيام أسبوع على حسب الأجواء هنا. ضحك مصطفى قال ايش تقول أنت؟ أسبوع ما يكفيك حتى تشوف نص القاهرة، فما بالك مصر كلها؟ قال له ماجد أهم شيء يزور المتاحف والأماكن القديمة، نفسي أشوف أهراماتكم وأغراضكم. هنا مصطفى ميل شوي لقدام ونبرته صارت أهدى. قال طيب يا ماجد ايش رايك اوديك بكره؟ ترى عندي خبره بالاهرامات بالمتاحف وعندي خبره كل شيء بمصر، راح ترتاح معي وتنبسط. ماجد تردد لحظه، لكن مصطفى اصر عليه وقال جرب، مش حتخسر حاجه، وترى مش حطلب منك فلوس. ماجد قال له ما هي مساله فلوس، لكن خلاص تم انا معك. اليوم الثاني راحوا المتحف ومشوا بين التماثيل والقطع القديمه، ومصطفى يعزز لنفسه والبلده ويقول له شايف الحضاره هذه كانت تحكم نص الدنيا يا ماجد. ماجد ضحك قال ترى بعد حنا ما كنا هينين لين وصلوا شباك تذاكر. إذا بتدخل داخل المتحف هذا داخل شيء مخصص لازم إنك تدفع فلوس زيادة. قال مصطفى الماجد وش رأيك يا ماجد ندخل هنا؟ ترى صدقني ما راح تندم بالجولة. قال له ماجد كم هو غالي؟ قال لا يا باشا أتوقع إنه ب300 جنيه إذا كنت خليجي. قال ماجد خلاص تمام. وصلوا لعند الكاشير والموظف قال لهم السعر. ماجد دخل يده بجيبه وفتح بوكه ما لقى فيه كاش. قال لحظة بفتح تطبيق البنك وحول على صرافتي الدولية وحاسب. هو جلس يشتغل ماجد لاهي يحول فلوس ومركز ببطاقته وببنكه، إلا أثاري مصطفى وراه ويناظره بشعاع عينه لين عرف كم رصيده بالبنك. طبعا ماجد كان بوظيفة مرموقة ويستلم ما لا يقل يمكن بالدولار عن أكثر من 7000 دولار في الشهر. فعلا طلع جواله وفتح التطبيق والرصيد ظهر قدام بالشاشة رقم كبير. لحظة صمت عند مصطفى كان واقف، عينه ما كانت تتحرك إلا على شاشة جواله يلاحقه ويتأكد أن الرقم اللي شافه هو حقيقي معهم. ماجد بطيبته حول بسرعة وقفل التطبيق، لكن مصطفى كان شاف كل شيء حرفيا. كملوا جولتهم طبيعي وما فيه مثل الواحد إذا نوى ينصب عليك إنه يمثل إنه طبيعي. استكشفوا المتاحف وخلصوا جولتهم وخلصوا سواليفهم، لكن مصطفى صار فكره وعقله كله بالرقم اللي هو شافه، الرقم اللي لو خذاه يمكن يغني مصطفى 20 سنة لقدام. المهم انهم خلصوا الجولة ورجعوا المطعم. قال ماجد انا عازمك بلي مطيع من بهذا، وراحوا للمطعم. ومن ضمن السواليف مصطفى يقول لماجد ما شاء الله واضح امورك طيبة وانك مرتاح. ماجد استغرب قال ايش دخل هذا وش تقصد؟ ابتسم مصطفى قال لا اقصد ان شكلك مرتب ومخطط صح. ماجد ضحك لكنه بدا يشك. قال الحمد لله، لكن داخليا حس ان في شيء وراه الرجال، في بلوى ما بعد طلعت. المهم انهم تفرقوا وانتهت ليلتهم على خير. مصطفى كان يمشي بشوارع القاهرة طلع جواله ووقف لحظة قال والله انها ما تتفوت، والله تغنيني الفلوس اللي معاه الولد هذا. ما هو سياحة، هذا مشروع استثمار، لازم اعرفه شلون اوقع بالفخ. وقف وطلع جواله واتصل بالرقم. رد عليه واحد اسمه عمرو يقول شلونك يا عمرو؟ قال والله ابشرك بخير. يقول لقيت لك الصيد. قال له وش كثر معه؟ قال معاه رقم
يخليك تخلي كل حاجة بيدك وتجي لو كنت بأطراف مصر. سكت شوي قال أنت متأكد من هالكلام؟ قال يا عمرو أنا متأكد، بس لازم نلعبها صح وتراه فريش ما هو شك بأي شيء هالحين. وسكر الخط، وفي نفس اللحظة هذه كان ماجد منسدح على فراشه ويتذكر حواراته ومصطفى. يقول ما أدري ليه يا أخي أحس إن الرجال يطلعني بطريقة غريبة، لكن إن شاء الله خير. ومصطفى ما طول، وهنا جينا مربط الفرس. أول ما قفل المكالمة مصطفى، عمرو هذا تذكرونه جمع أخوانه، العصابة اللي اسمهم بين الناس عيال عز، 3 أخوان، عز الكبير وعمرو ومروان، دائما يشتغلون بالخفاء، ما يبين لهم شيء ولا تقدر تصيد عليهم شيء، شغلهم هادي ويختارون بحياهم بعناية. ونخص هنا الخليجيين، اجلسوا بشقتهم القديمة اللي بأطراف القاهرة. قال لهم مصطفى اسمعوا يا عيال، دخل يجي ومعاه فلوس تكفي نفتح بزنس سنة قدام. أخوهم عز اللي عصابة على اسمه الهامة، اللي ما يسوي شيء إلا هو ماخذ حذره مليون مرة، رعالهم وقال طيب هو شاكك هالحين؟ قال له مصطفى على حد علمي ولا 1%. قال عمرو طيب يا عز تبين ننفذ هنا ولا برا القاهرة؟ قال له عز أكيد برا، ناخذه بعيد 7 ساعات 8 ساعات هناك عند بيت أبو أحمد اللي أعطانا إياه، وهناك نخلص الليلة ما حد يسمع صوته. قال وش تبي تسويه بس ترى وراه بلد ووراه الدنيا، يعني ما نبي نصل لأمور إجرامية. قال له ما عليك ما راح ناصل إجرامية، احنا ناخذ اللي لنا ونسيب اللي علينا. قال له عمرو طيب شلون بتاخذه معنا شلون بتقنعه؟ قال نوديه بنفسه يخش برجليه ما نغصب أحد حنا. اليوم اللي بعده فعلا اتصلوا على مصطفى وقالوا له الخطة بالتفصيل، نبي نجره وناخذه طريقة معينة يا مصطفى. قال لهم مصطفى وش الطريقة؟ قال اسمع انت تتصل عليه وتقول في رحلة سياحية أبى أدلعك، بنطلع للرياف مصر وبخليك تعيش أيام ما قد عشتها بحياتك وحنا نكون قائدين الرحلة لكم. قال مصطفى والله إنها فكرة أقسم بالله ما طرت ببالي، والله إنكم جن ما خبت يوم جيتكم يا عيال عز. المهم مصطفى سكر السماعة على طول ورفع السماعة مرة ثانية على مين؟ على ماجد هالمرة. صباح الخير يا باشا، ايه رايك نختم الرحلة بحاجة مختلفة كليا؟ قال له ماجد وش تقصد؟ انا ما بعد شفت الا المتحف حتى الاهرامات ما جيدها. الرياف مصر نيل ومزارع وخيول وجو ما تشوفه في القاهرة، يمكن تشوفه بافلامنا بس. ماجد تحمس قال اي والله اني ودي اعيش هاللحظات من زمان، هي بعيدة عنا. قال مصطفى لا بسيطة 7 ساعات تقريبا، بنقعد يومين 3 ونرجع. ماجد تردد شوي 7 ساعات والله انها تسايدة وكثيرة، سفر دخل السفر. مصطفى ضحك وقال له يا رجل انت جاي تغير جو ولا جاي تحضر مؤتمر؟ همش في الاحجاج وانبسط. طبعا قال الماجد بلغتهم بس انا اترجم لكم اياه. سكت ماجد لحظة ثم قال والله انها بشفي من زمان، خلاص بتم يا مصطفى، متى بنطلع؟ قال بكرة بنتحرك إن شاء الله على الساعة 10 الصبح. قال ماجد بتم 10 الصبح تلاقيني باللوبي حق الفندق. عند فندق ماجد تحديدا وقف باص صغير أبيض، أكيد إنكم عرفتوا مين داخل الباص. قدام المدخل تحديدا نزل مصطفى ومعه 3 شباب، اي صح هم اولاد عز العصابة. ولما سأل ماجد منهم هذولم، قال هذولم شباب بيساعدوني بالرحلات، ناس تطبخ لنا وناس تحمانا وناس تلبي لنا رغباتنا. قال ماجد المصطفى عز الله انك خوي سفر، عز الله انك ضبطتنا يا مصطفى. جاء عز قدام ماجد ومد يده يقول يا هلا بك، نورت مصر. نظرة عينه كانت ثقيلة. ماجد صافحهم بس لاحظ فيهم حاجة، انهم ساكتين اكثر من اللازم. المهم انهم ركبوا الباص وانطلق الباص. وين رايح؟ رايح لديرة لا ماجد ولا يمكن نص مصر يعرفونها. والقاهرة بدأت تختفي والعمارات تقل، الطريق صار أضيق والمزارع تكثر أكثر وأكثر. أول ساعتين كانوا يضحكون ومصطفى يهدري عليهم قصص وعمرو يشغل من هالأغاني، لكن بعد 3 ساعات الهدوء عندهم صار ثقيل، تحس إنهم قربوا النقطة كانوا يبونها من زمان. ماجد حاول يفتح موضوع ببساطته وبنيته الطيبة، يقول وين بالضبط رايحين يا شباب؟ مروان رد عليه يقول له مكان خاص ما يعرفه كثير، بس أنا أضمن لك إنك بتنبسط وبتشوف أيام ما قد شفتها بحياتك. إي نعم أيام ما قد شفتها بحياتك، أكيد إنكم عارفينها، أكيد ما هي أيام حلوة. ناظر له مصطفى نظرة يعني زي قلت لا تزيد بالكلام يا ماجد. ماجد حس بشيء بسيط بس قال يمكن وسواس ويمر بحكم إن ديرة غريبة عني. بس بعد 5 ساعات الشبكة بدأت تضعف وماجد طلع جواله يقول يا رجال النت اختفى، أنا أحتاج أطمن أهلي كل شوي. عز قال له أحسن خلك ترتاح من العالم
يا أخي ترى العزلة تنشرب بفلوس. الكلمة كانت عادية، لكن نبراته ما كانت عادية أبد. ادخلوا ذاك الطريق الترابي والباص بدأ يهتز ويخبط بهم. ماجد هنا ضربه هشك، كان لحظة يا عيال، هذا طريق سياحي. قال له مصطفى لا أكيد مش سياحي، بس هذا اختصار يودينا له. ماجد حس بشيء بصدره يقول له انتبه يا ماجد وزبن. حاول يفتح الجروب مع هلا، يرسل لوكيشن، النت ما هو بشغال نهائيا. وبدأ يصعد التوتر عند ماجد. ماجد ما هو بوغد، عارف الأمور اللي فيها خوف. المهم انه بعد التوتر التفت على مصطفى يقول المكان اللي رايحين له اكيد فيه سكان. مصطفى رعاله قال ايش فيك؟ بديت تخاف. اكيد انت مع مصطفى، عيب عليك هالكلام، اكيد الموضوع امن وفي سكان، خلك مرتاح. انا طلعك تتفسح وتغير جو، ماني طلعك تشك وتخاف طول الرحله. لكن عيون عيال عز ما كانت تقول نفس الشيء أبد. الشمس بدت تميل وقرب الغروب، وصلوا لين بيت قديم وسط أرض فاضية، ما به بيوت حوالينا ولا سيارات. 7 ساعات من السواقة وخرت البيت هذا والعزلة هذه. لكن تعوذ من إبليس ماجد ونزل من الباص، لف حول السكن يتفرج. الأرض خلو. قال لهم وين الناس؟ قال له عز الناس بكرة تجي وقت الويكند، تلقى هذه مخيمات وبيوت شعر وأجواء عليلة، بس لا تستعجل يا ماجد. المهم ماجد قال أنا ما بيكبر الموضوع، أعوذ بالله منك يا الشيطان، تخلي بيشك بناس طالعين تركين شغلهم من القاهرة عشان يوصلوني ويفسحوني، أعوذ بالله من إبليس. المهم أنه دخل البيت، الأثاث بسيط وقديم وبيبانه حديد ثقيلة، وحتى الشبابيك عليها حديد مأمنة. ماجد بلحظة بلع ريقه وقال مصطفى شكل مغامرتنا قوية. قال مصطفى إيه بس تسمي البيت هذا مغامرة؟ لسه المغامرة ما بدت يا ماجد، استنى. وعيال عز بدوا يقفلون باب الباص ويراقبون المنطقة المحيطة ويتأكدون من خلوه من أي أحد. ماجد ما زال متوتر وقتها، بس حس أو شك إن المسافة ما كانت 7 ساعات سياحة، كانت 7 ساعات عشان يبعدونه عن أي أحد ممكن ينقذه. هو جالس ماجد يشوف مصطفى واقف بعيد وعيال عز يتهامسون بينهم. ماجد حاول يبتسم يقول يا مصطفى، مصطفى الله يخليك وين الغرف؟ خلني ارتاح شوي. قال له مصطفى ايش فيك مستعجل؟ ترى الليل توه طويل. في لحظة بسيطة مرتاح ابد ماجد، قام ياكل بنفسه. قال لا والله اللي نهايتي هنا، لا والله انا وين بيجي هنا، انا وين بطاوع الناس، كان حجزت لي مع مكتب رسمي وضمنت سياحتي مع سياح. في لحظة بسيطة بس مروان طلع برا يجيب شيء من الباص، الباب الخارجي مفتوح. ماجد لمح الفرصة، قال وش اسوي يا ربي، وين ازبن، وين اروح؟ التفت لمصطفى يراعي له، قال مصطفى وين دورة المياه؟ الشر له مصطفى يقول باخر الممر جنب الباب المفتوح. ماجد مشى خطوتين لين صار الحمام تكرمون يمينه والباب قدامه، ثم بعدها غير اتجاهه فجأة وركض لين الباب، يركض من عند الباب ولا يلتفت ورا، وكان خايف ويدعي يقول يا رب سلمني يا رب سلمني. هو يركض كان متجه يم جبل قدامه وصوت صراخ وراه. عيال عز يقول امسكه لا يروح، امسكه بسرعة. هو يركض بدون ما يلف، الأرض تراب والهواء باردة والشمس بدت تغيب لين نص ذاك الضلع جبل كبير بدا يرقاه ويمشي معه. وعيال عز من بعيد يوم وصل نص الجبل والغروب بدا يغرب، إلا عيال عز توهم عند أول الجبل ويصرخون امسكه، راح من اليمين راح من اليسار. وهو يركض يا رب يا رب تكفى سلمني، يا رب رجعني لميمتي، يا رب تكفى انقذني هالمرة بس يا رب. هو بنص الجبل بدا الليل يخيم، قال بيشوف جرذمته تغيب وراه، وفعلا لقى كالصخرة الكبيرة لبد وراه. ويسمع عيال عز جالسين يتكلمون لا تخليه يروح، والله ما يروح الا ماخذين اللي معه، والله ما ادري ايش، ويهددون. هو جالس بس يدعي يا رب سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفعلا شافهم يبعدون يمين شوي، يا ما بعدوا سمع اصواتها ما بعدت. هو يرقى شوي شوي مع الجبل ويركض لين القمة. طبعا الجبل اللي كان راقيه لو وصلت لقمته يصير كأنه هضبة أرض ثانية، وبدأ يركض مع الهضبة هذه لين لمح 3 و4 بيوت بعيد هنا حول كيلو أو كيلو ونص، لكن شاف نورهم ومن حمد ربه إنه بالليل وقدر يميزهم بالنور. قام يركض متجه لها بيوت، وهو يركض يسمعهم قربوا للقمة ويسمعهم يتخانقون بيناتهم، ليش ما سكرت الباب زين؟ والثاني يقول أنا قلت لك خل نربطه من البداية. لكن واحد منهم بس جابها صح. كان عز يناظر أثر الأقدام ويقول تو الأثر هذا تو ماشي من هنا، لسه ما بعد عننا. قال مصطفى طيب لو وصل الناس راحت علينا. قال عز وين تلقى ناس بنص الصحراء، بيرجع لنا ثاني برجوله عشان ما يموت. لكن ماجد ما وقف، جالس يركض يم القرية اللي هو شافه، أو ما تسمى قرية 4 بيوت اللي يسمونها، المهم إنه جالس يركض لها ويقول بنفسه يا رب بس أوصل، والله أنا جاتي بهالبيوت يا ربي بس إني أوصل. ركض لين وصل أول بيت، قدامه طق الباب بقوا ما عنده، لكن ما حد رد. طق مرة ثانية بتخبيط
طقوة لقاك الرجال اللي فتح له الباب وهو يلبس جلابيته، يقول له خير إن شاء الله، وش بلاك يا ابني؟ قال له ماجد تكفى الظاهر إني مخطوف أو في شيء غلط، تكفى دخلني عندك بس انقذني الله يرحم والديك. قال الرجال أنت وش تقول؟ مين اللي وراك؟ مين اللي يطردك؟ وش بلاك يا ولدي؟ قال ما ادري وش اقول لك، بس ناس جابوني من القاهره، ابي بس توصلني لدولتي واقرب مدينه اقدر انحاشبه او مركز شرطه، تكفى طالبك لا تخليني ينقذني. الرجال سكت لحظه. كان اسم الرجال هذا عبد العال، واحفظوه زين ولا يروح عن بالكم. لف على البيت ودار، ما شاف احد، ثم دخل. قال ادخل بسرعه. دخل ماجد وقفل الباب. عبد العال جلس قدامه يقول خذ نفس يا ولدي، قل لي السالفه من الاول. ماجد بدا يحكي ويقول له بسرعه عن اللي صار وعن الميكروباص وعن مصطفى وعن البيت المعزول اللي خذوه. عبد العال وهو يسمع وجهه ما تغير ولا بان انه متفاجئ. يقول انت جيت في وقت ما هو سهل يا ولدي. قال ماجد وشلون ما هو سهل؟ بالعريقه. قال يعني وش السالفه؟ وقبل ما يرد بالجهه الثانيه عيال عز بدوا يمشون على ثار التراب. عز تبعون الخطوات وعرفوا انه طلع الجبل ونزل من الجهه الثانيه. مصطفى يقول لهم طيب لو وصل للقريه؟ قال لهم عمرو ما في الا قريه واحده هنا وكلهم معنا ما عليك. عز وقف وناظر قدام الانوار البعيده البيوت. قال تلقونه هناك وانا متاكد من كلامي. مروان يقول ندخل عليهم الحين لا يضيع من يدينا. مصطفى يقول انا خايف يبلغ علينا. قال له عز انت اللي جبت لنا الصيد، لا تخليني اعتبرك المشكله يا مصطفى. هنا مصطفى سكت، ما يصير راسه من راس عيال عز لانه عارف وش ممكن يسوون. والاخطر من كذا اللي قاله من كلام ان القريه هذه تبع لهم. وهنا عبد العال قدام ماجد واقف، قام وطفى بعض انوار البيت. ماجد استغرب يقول ليه وراك تطفي الانوار؟ قال عشان لو كانوا يتبعونك ما يعرفون انك هنا. قال ماجد يعني تتوقع انهم جايين؟ عبد العال قال انا اعرفهم زين، واللي انت وقعت بيديهم هم عصابة عبد العال. ثم راح للشباك ويناظر من بعيد اللي انوار السيارة هذيك مقبل عليهم تمشي ببطء بين بيوت القرية. قال جملة خلت النبض يقف بعروق ماجد. قال يا ابني دول عيال عز ما يتوقعون، هم يعرفون. وفعلا سيارة عيال عز توصل القرية وتوقف عند بيت ويطقون عليهم ويستجوبونهم لين وصلوا البيت عبد العال اللي فيه ماجد. ماجد داخل المجلس واقف ورا ستارة يسمع دقات الباب وقلبه يدق بصدره ويقول له يا عبد العال تكفى لا تسلم لي، انا داخل على الله ثم عليك، والله لا اعطيك كل اللي تحتاجه بس تكفى لا تسلمني. عبد العال يناظر له ويقول ما هو انا اللي يسلم الدخيل علي، بس اجلس هنا ولا تتحرك ولا تطلع صوت. وراح عبد العال وفتح الباب لقى عز واقف قدامه يقول له يا عبد العال جاكم احد؟ قال لا ما جانا احد. قال قل الصحيح حنا ندور على صاحبنا شاب خليجي تايه بالجبل ونخاف انه يضيع مننا. قال عبد العال اقول لك ما عندي احد هنا. قال عبد العال اكيد يمكننا طق عليك الباب. قال اقول لك ما عندي احد هنا وش بلاك؟ كان يقولها بنبرة ثقة ما به خوف ابد. عز هنا يحاول انه يقز من داخل البيت اذا في احد ولا شيء، الوضع كله طبيعي ما في احد ظاهر. قال طيب يا عبد العال لو جاء عندك او طق عليك بلغنا ترنا قلقانين عليه. قال له عبد العال عيب عليك يا عز، اكيد حبلغكم وعلمكم. ثم عز يلف ويرجع السيارة، لكن قبل ما يركب ناظر تحت الارض شاف اثار اقدام وتوها ممسوحة. عينه ركزت عليها لكنه ركب بدون ما يتكلم ولا كلمة. وداخل البيت ورا ستارة المجلس كان موجود ماجد، طلع من ورا ستارة ويتنفس بقوة يقول مشوا يا عبد العال. عبد العال يناظر له وسكت ما رد. كان يناظر للشباك ويقول له اسكت لسه قريبين. في نفس اللحظة الباب الجانبي ينفتح وتظهر بنت عبد العال اللي اسمها سارة اللي أبوها موصيها واقفة عند السيارة القديمة وتقول يبا أنا جبت لك السيارة. عبد العال التفت ماجد قال يلا بسرعة بسرعة ما عندنا الوقت نبي نطلع الحين. قال بنروح لأقرب محطة قطار ترجع للقاهرة ومن هناك دبر نفسك، روح لسفارتك روح لدولتك روح لأي شيء يا أخي. قال له ماجد والله إني يا عبد العال ما انساها لك، إني مدين لك بحياتي كلها. عبد العال مسك كتف ماجد بقوة قال مشينا بس ترى تونا ما خلصنا ولا هربناك، امشي انت ما تعرف مع من متورط. وماجد طلع من الباب الخلفي بسرعة وركب مع سارة وأبوها عبد العال، والسيارة اشتغلت بدون ما يشغلون أنوارها وتمشي بهدوء بين البيوت ثم تطلع من القرية كلها طريق ترابي جانبي. عز يقول كان في شيء مو مريح ولازم أتأكد من نفسي. نزل عز من السيارة بدون كلام عند بيت عبد العال يمشي على رجليه ويتفقد الوضع ويناظر أثارهم وأثار السيارة اللي مشت. التفت لأخوه وقال له يا عمرو أنت عارف سيارة عبد العال صح؟ قال له عمري يعرفها القديمة هذيك. قال أنا متأكد إنه معاهم وإنهم مودينه مكان. مشينا نلحقهم وفعلا بدوا يمشون وراء آثار كفر السيارة ويقول لهم أنا متأكد في سيارة طلعت من هنا. قال مصطفى يعني كان عنده الرجال وحنا ما ندري به؟ قال لي كان عنده وكان يخفيه عننا وأنا متأكد إنه معه وأنا حادسي يا عز
ما يخاف، والسيارة تنطلق بأثرهم. وداخل سيارة عبد العال ماجد يلتفت وراه ويشوف أضواء بعيدة تظهر من الطريق. قال ماجد: عبد العال الحقنا، في سيارة ورانا. هنا عبد العال يقول له: امسك نفسك. والسيارة بدأت تدوس بنزين زيادة، والطريق كان بعيد لكن سارة عرفت تختصر المسافة. بعد مطاردة ساعة كاملة هم وراهم وعلى أثرهم، وصلوا مدينة صغيرة تبعد عن القرية تقريبا ساعة. محطة القطار كانت قدامهم، وعلى طول سارة توقف السيارة وتنزل هي وماجد وعبد العال. وعبد العال يقول له: لا تلتفت، تدخل على طول يا ماجد. دخلوا المحطة وسارة راحت تقص لهم التذكرة. جت عند الكشك قالت: الله يعافيك، ابي اقرب تذكرة للقاهرة. قال لها: القطار بيحرك بعد 10 دقائق. المهم انها دفعت فلوس وخذت التذكرة وراحت عطت ابوها. مسك ابوها التذكرة وعطاها الماجد. قال: اسمع، وش ما يصير يا ماجد، وش ما يصير لا ترجع هنا ابد، وش ما يصير لا تنزل من القطار لين توصل لوجهتك، هذاني علمتك، واذا تحرك قطارك لا تنزل مهما صار. وفعلا ركبوا القطار وطلع عبد العال وبنته لين وصلوا سيارتهم. نفس اللحظة اللي وصلوا سيارتهم، سيارة عيال عز كانت واقفة عند سيارتهم توهم واصلين. وبنفس اللحظة عز يلمح عبد العال ويقول له: تعال يا عبد العال تعال. ويجي عبد العال بثقة المعتادة. قال: ايش فيه؟ قال: وين اللي معك وهربتها الخليجي؟ قال: انا ما هربت، انا جاي استلم بنتي من القطار وماشي. هي خليجي تتكلمون عنه، انت بتتحدث المصايب علي وبس. قال له مروان: لا تكذب علينا، انت كنت مغيبه، علمنا وينه. قال: اقول لكم ما هو عندي، فكونا من شركم وتوكلوا على الله. ويقوم عز يمسكه ويخنقه ويرص على كبوت السياره ويقول له: قل لي وينه. ويبدا يضربه بوكس واثنين وثلاثه لين وجه عبد العال كان دم. بنفس اللحظه هذه القطار تحرك. اللي مر من جنبهم وكان ماجد راكب فيه وكان يناظر، اللي يشوف هذا عبد العال وساره. عبد العال جالس يندبغ وينضرب ويصرخ مع الدريشه ويقول: لا لا لا، عبد العال خلوه خلوه. ما درى انه جنى على نفسه. والتفتوا عيال عز له وشافوه وشافوا ملامحه وهو يمر، وزتوا عبد العال قدام السياره وركبوا سيارتهم. هم عارفين زين ان هالقطار بيودي للقاهره راسا. وماجد داخل القطار يشوف السياره الطارده وقلبه يطيح، يقول لنفسه: لو وصلوا القاهرة قبلي أنا انتهيت. وهنا عز قال لأخوياه، يقول: القطار هذا يودي رأسا للقاهرة وأنا متأكد من هالشيء، خلونا نسبقه ونتوزع على البوابات عشان نعرف نمسكه. لكن الخطأ الوحيد اللي خلى خطتهم كلها تفشل إن القطار كان مخطط له يقف بقرية ويحمل ركاب أو ينزل ركاب ويمشي، وهذه غابت عن بال عز للأبد اللي كان سابقه للقاهرة. وفعلا ماجد ما فكر، بأول محطة نزل بسرعة ودخل من جهة ثانية للمحطة واشترى تذكرة باسمه هو الحقيقي وغير وجهته. ركب قطار ثاني مو للقاهرة، كان متجه باتجاه مختلف كليا إلى الإسكندرية. وعيال عز وصلوا لمحطة القاهرة وينزلون يدورون وينه، هذا قطاره ما هو موجود. وعز يوقف عند لوحة الرحلات ويشوف تحويلات الرحلات الأخيرة ويلمح قطار رايح للإسكندرية. وقتها متطابق لوصول القطار اللي كانوا يلحقونه، ويلمح المحطة اللي كان ناسيها. وفجأة يزعل ويطلع من طوره ويمسك الجوال ويضرب به الأرض. قال: الله ياخذكم، نسيت المحطة. الرجال غير وجهته، غير وجهته، الله ياخذه، والله ما يروح علينا إلا نمسكه. قال: مصطفى وين راح؟ قال: راح للإسكندرية. قال: تبينا نلحق لهناك؟ قال عز: أكيد، هو هرب بس لسه داخل بلدنا. في القطار الجديد ماجد جالس بعيد عن الدريشة يحاول يهدي نفسه. كل ما يسمع صوت باب ينفتح يلتفت ويبدأ يتعوذ ويقرأ معوذات ويقرأ كل شيء. وكل ما يشوف شخص لابس أسود يبدأ يتوتر. وصل للإسكندرية تحديدا قبل الفجر. نزل المينا قدامه والهواء رطب والمدينة أكبر، يعني صعب إنهم يتبعونه فيها. لكن أول ما طلع من المحطة ما جاب باله إلا شيء واحد، إنه يكلم أهله ويعلمهم. ويتلفت إلا جواله ما هم معه، جواله كان ناسيه بالبيت المهجور حقهم ذاك. المهم إنه قال: دم جوالي راح، ما بلا فندق ولا مينا ولا شيء، بروح مباشرة لأقرب مركز شرطة. دخل وهو شكله تعبان وملابسه مغبرة وعيونه ما نامت. الضابط المناوب رفع راسه قال له: تفضل، بوش أخدمك؟ ماجد قال له بدون مقدمات: أنا خليجي من الدولة الفلانية وتعرضت لمحاولة خطف. غرفة الضابط سكتت، جلس قدام الضابط وبدأ يحدث كل شيء من أول لقاء له بمصطفى لحد ما ضربوا عبد العال وبنته قدام القطار. الضابط يسجل الملاحظات، يقول لي: طيب تعرف اسمائهم؟ قال: مصطفى وعصابة يسمون نفسهم عيال عز. هنا الضابط قال: ايش تقول؟ عصابة عيال عز متأكد؟ قال: لي عصابة عيال عز تعرفهم؟ قال: لا لا، ما في أي شيء، كمل. وقال الرجال اسمه عبد العال وبنته سارة اللي انضربوا قدامي. قال: متأكد انك شفت الضرب؟ قال: ماجد بعيني هذه، والله اني شفته. قال الضابط: حنا بنتواصل مع الجهات المختصة، لكن حالتك حاليا أهم. قال له ماجد:
وش حالتي وش تقصد؟ أنت أجنبي ومحاولة اختطاف، يعني لازم نحميك رسميا. ماجد قال له أنا ما أبي حماية، أبي أرجع لدولتي، لكن قبل لا أروح أبي نرجع للقرية ونشيك من عبد العال وبنته أنهم تمام، وغيرها حتى القضايا أنا ما أبيه. الضابط هز راسه مباشرة يقول مستحيل. قال ماجد ليش مستحيل؟ قال له لأنك حاليا شاهد أساسي وممكن تكون مستهدف، ما أقدر أطلعك برا الإسكندرية إلا على دولة. قال وشلون اترك عبد العال وهو انضرب عشاني؟ قال الضابط احنا بنخاطب سفارتك فورا ويتم ترحيلك تحت حمايه. قال ماجد اخوياي طيب عبد العال وبنته، ابي اتاكد وتطمن منهم. قال له الضابط مستحيل، انت من الان تحت حمايه جمهوريه مصر العربيه، وفعلا ما هي الا ساعات، اجراءات سريعه واتصال بالسفاره وتحفظ رسمي. ماجد كان جالس بغرفة حاطينها له عشان يحمونه داخل القسم، يفكر بعبد العال وبنته سارة، جواله ما هو معه ولا عنده أي خبر. اليوم الثاني انقلب سيارة رسمية للمطار. قبل ما يدخل صالة المغادرة وقف لحظة، التفت للضابط اللي معه وقال إن رجعت لدولتي هل الموضوع بينتهي كذا؟ الضابط قال له أنا اللي استلمت قضيتك وأنا اللي تأكدت إني أوصلك للمطار، وإن شاء الله إنها انتهت على كذا. وفعلا راح بيركب يخلص إجراءات الطيارة. بنفس اللحظة الضابط رفع الجوال. تتوقعون على مين؟ الضابط كان متعاون مع عصابة عيال عز، رفع السماعة عليهم وقال لهم، قال اسمع يا عز، هالمرة مشيتها واللي انتم تطاردونه ترى طلع برا البلد، لكن ضربكم لعبد العال وعصابه ومحاولة اختطاف مرة ثانية. لو فشلتم مهمة زي كذا وفاح ريحكم لا تتوقعوني بوقف معكم. وسكر السماعة. ماجد جلس عند الدريشة لأول مرة من أيام، حس إنه بعيد عن المشاكل، بعيد عن الضوضاء. الطيارة أقلعت وراحت لدولته عسى الله يوصلها بالسلامة، وإلى الآن ما يندرى وش صار لعبد العال وبنته سارة، لكن الأكيد والمفروض إن ماجد يسعى ولو 1% إنه يطمن عليهم، ما يمشي ويخليهم كذا. ولو أنت مكان ماجد بترجع عشان تنقذ سارة وتخاطر بحياتك مرة ثانية، ولا تقول أهم شيء إني جيت والله يحميهم؟ والأكيد إن أغلبكم شقردي بيكتب التعليقات نرجع لهم مهما كان الثمن. وإلى هنا انتهت قصتنا، ولا تنسى الشير واللايك، والأهم إنك تشترك بالقناة وانشر المقطع هذا بكل مكان، وتابع الفيديوهات هذه كلها واستمتع.